حاجه بسيطه ولكن كلفت مريض كليه كامله. قاعدة جديدة من واجعل لي وزيرا دعاء قلبي هارون الجميل. كل الناس عارفة ان انتي الأستاذ الدكتور دعاء زكريا، أستاذ في طب عين شمس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. ازاي من أستاذ كبد وجهاز هضمي في وقت ده كان تخصص ليه تقله ولا زال ولا زال طبعا، تروحي لحتة تانية خالص ألا وهي التغذية، واللي أياميها اللي في 2009 تقريبا. لا 2009 صح. 2009 أنا حافظة أهو. شاطر. من 2009 تروحي لتخصص التغذية اللي هو ما كناش نسمع عن حاجة اسمها تغذية علاجية، كنا نسمع عن تخسيس دكتور الدايت ودكتور الدايت أو دايت سمنة ونحافة أو دكتور التخسيس. أنا عايزة أقول لك إن أمي زعلت جدا جدا. ما اكيد ما كانوا بيتريقوا عليا ويقولوا انت رايحه مين بقى الشيف اسامه، كان راجل الله يرحمه مشهور من الراجل اللي بيشفى، انت رايحه تتعلمي الطبيخ. تصوري كان في احسن الاوساط ما كانوش فاهمين قيمه التغذيه. خلي بالك دي قصه وحدوته كبيره قوي ولها كذا مستوى. اول حاجه ماما زعلت مني جدا، لان ماما انا لما جيت قلت لها ماما انا خدت عياده في النزهه، قالت لي الله عياده جهاز هضمي وكبد، مستشفى النزهه او مستشفى اشتغلت فيها. قلت لها لا يا ماما عياده تغذيه علاجيه. قالت يا نهار ابيض بعد ما تعبنا عليكي كل التعب ده وبقى معاكي دكتوراه جايه تبقي بتاعه تخسيس. وهي ماما بالنسبه لها النظام الغذائي ده في البقك، شيل العيش والرز يخس، وبيحصل بتشتغل يعني، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. هو الحقيقه يعني وراه اسباب كتيره جدا. انا لما مارست التخصص اللي هو الجهاز الهضمي والكبد كان بتقتلني فكره ان عيان يموت. والحقيقه عيانينا كانوا بيموتوا جدا، يعني دايما عندهم قيء دموي واستسقاء. وحتى اشتغلت في ما قبل الإرة بتاعه زرع الكبد، كنت بقى ايه اكتئب جدا لدرجه ان هم في مره النواب السينيور بتوعي اللي هم اكبر مني يعني عملوا اجتماع ازاي ما دعاء منكده علينا، لان لما بيموت عيان بفضل لابسه وش الكلب اسبوعين كده ولا حاجه. وانا كنت ساعتها صغيره، والصغير ده ما بيختارش الحالات، يعني يقعد يوزعوا بالتدريج لغايه ما توصل اصعب حاله واكتر حاله وحشه يعني ومصيرها صعب هي تيجي في ارابيزي، فالعيان لازم يموت، يعني طبيعي ان هو يموت معاك. فكنت اكتئب. فهو انا برضو لما ببقى دمي خفيف ببقى ظريفه يعني، واجواء مرحه بتبقى في الاسم. فقرروا ان هم يعملوا تكنيك ان انا اخد الحالات الهوبفول اللي ما بتموتش عشان ما نكدش عليهم، مش عشان خاطر بس عشان وش الكلب اللي كنت بلبسه ده كان فظيع. انا بقى كنت ارجع بعد ما عيان يموت مني افضل بقى الوم نفسي واقول يا ترى لو كنت عملت كذا، لو كنت جبت بتاع القلب في التوقيت الفلاني، لو كنت عملت كذا. فخد من سلامي النفسي جامد جدا جدا سنين النيابه، لانه يوميا في حد بيموت يوميا، بالذات بقول لك حالات الكبد المتاخره وقتها ما كانش في زراعه كبد ولا كان في علاج لفيروس سي ولا كده. فانا بمجرد ما خدت الدكتوراه فكرت بمنطقين. اول منطق انا عايزه تخصص ما بيموتش، علشان انا مش عايزه اتحمل فكره انه افضل الوم نفسي يا ترى انا قصرت في ايه. فتخيلت، وده كان غباء مني، انه التغذيه بسيطه وسيمبل وما بتموتش. هي فيها حاجات بتموت جامد جدا، بس ممكن يكون بتاخد وقت على ما العيان، ومثلا في حاجه زي ريفيدنج سندروم العيان ممكن يموت وقتي. اعاده اللي هي التغذيه بعد ما الانسان يكون فاضل وقت طويل من غير عدى عليه وقت طويل من غير ما يكون بياكل. وتاني حاجه فكرت فيها انه انا مقتنعه ان الاكل ده حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت انا عماله ادور عليها بمنكاش مش لاقياها. يعني انا قعدت استنى كده، جينا في سنه البايو في سنه تانية كلمونا شويه عن الفيتامينات والمعادن. هي دي التغذيه؟ لا استني لما نروح البطنه. رحنا البطنه كلمونا شويه عن حاجه اسمها تي بي ان، وازاي ان احنا ممكن ناخد الامينو اسيد بشكل محلي. صفحه كانت نص صفحه في الكتاب، كانت نص صفحه، ما كانش عندي. لا كان في نص صفحه اسمها تي بي ان ولا حتى نص كتب الدكتور اسامه الله يصبحه بالخير. وبعد كده بدور مش لاقيه، وبعدين 3 سنين ومعاه ماجستير كبد وجهاز هضمي، والعيان بيسالني اكل ايه. بنقول الاكلاشيه عبيط جدا، اللي هو بلاش مشوي، بلاش محمر، بلاش مشمر، مسلوق بتاع. حسيت ان في حاجه ناقصه والموضوع ده مهم، فقلت اشوف معهد التغذيه. وقتها كان هو المكان الوحيد اللي بيقدم ده، وده يوريكي برضو انه الانسان يدور على شغفه. انا برضو حتى كنت بدور على الاندوكراين على اعتبار ان هي اللي هي الغدد الصماء والسكر اقرب حاجه للنيوتريشن، وسبتها عشان خالد، لان خالد بقى كان يتكلم عليا في الوقت ده، فانا مش عايزه ابقى انا وهو في نفس القسم. وقلت اروح لتاني حاجه قريبه للتغذيه.
اللي هي الجهاز الهضمي والكبد، اللي هو اساس الميتابوليزم. وبعد كده حتى لو واحد درس فانكشنال ميديسن عارف ان هو ات اول ستارز ان ذا جت. فده برضو لما ببص كده للرحله من ورا بقول الله، انت كنتي شاطره وعارفه انت عايزه ايه، في بوصله جوايا بتقول لي انت عايزه ايه. بس الحقيقه في سبب برضو اهم، يعني بقى دي قصه شخصيه جدا يمكن بحكيها على الملأ لاول مره. انت عارفاها، قصه ماما. قصه ماما طبعا. قصه ماما هي اللي ورتني قد ايه انه لا، التغذيه مهمه وخطيره. ماما كانت بتعمل دايت زي كل الامهات بقى في السن ده. انا كنت لسه في اولى طب او ثانيه طب، وهي بتعمل دايت عايزه تخس 10 15 كيلو كده زادوا عندها. ورحنا لدكتوره شهيره وجميله، وانا شخصيا بحبها لغايه النهارده ومسامحاها. وكانت يعني دكتوره شهيره، وكنا فاكرين انها دكتوره، طلعت بعد كده مش طبيبه. ودي برضو مشكله كبيره جدا، فيها جدل كبير جدا جدا، موضوع التغذيه رهيبه اللي مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب. هو تخصص طبي، تغذيه اكلينيكيه وتغذيه علاجيه، تخصص طبي، طبيب بشري، وكليه الطب. بعض التخصصات الاخرى زي العلاج الطبيعي والصيدله ويمارسوا جزء من النظام الغذائي فقط لا غير، مش التغذيه الطبيه. ممكن الكلام ده يزعل مني ناس كتير، ولكن التغذيه العلاجيه الاكلينيكيه ده تخصص طبي دقيق. فاللي حصل ان ماما عملت دايت وفرحت جدا، وانا عملت معاها وخست ل 10 15 كيلو. وبعدين عدت سنه وراحت تعمل سونار لاي سبب، فالدكتور بيقول لها مدام هو انت شايله الكليه؟ فقالت له لا يا ابني انا مش شايله الكليه. قال لها لا، انت عندك الكليه الشمال مش موجوده. اتاري انه الرابيد ويت لوس او الخسان السريع اللي تم مع هذه الدكتوره الشهيره جدا. ما هوش دكتوره بقى، ما عشان ما هيش دكتوره بقى، ما احنا خلي بالك برضه احنا امي مهندسه. أيوة، وانا كنت طالبه في كليه الطب دلوقتي دكتوره. بس الناس للاسف لحد دلوقتي فاكرين ان هم بسهوله ما بيبقوش عارفين الفرق. مش بس في تخصص تغذيه علاجيه، في تخصصات كثيره جدا، الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتحاليل يعني حاجات كتير متداخله في بعضها. فالمهم طلع ان هي لما خست بسرعه الدهون اللي حوالين الكلى دابت وساحت وسقطت الكلى، فبقت حوض من البركه من البول. وماما بقالها دلوقتي اكتر من 20 سنه بتطلع من التهاب مجاري بوليه على واحد غيره، ومهدده ربنا يديها الصحه والعافيه في اي وقت انها تحتاج تدخل تعمل لا قدر الله عمليه استئصال كلى. فحاجه بسيطه ولكن كلفت مريض كليه كامله. فده واحد من الاسباب اللي خلاني ابقى عايزه افهم. وفي ناس اصلا ربنا خالقهم بكليه واحده. يعني في ناس انا اعرفهم عندهم سنجل كدني اللي هي الكليه الواحده. لو حصلت لبني ادم عنده سنجل مثلا انت خلاص حكمتي عليه وافرضي عندها كليه ثانيه، خساره معجزه الهيه زي الكليه دي. صح، بس هي بلا هدف بلا جدوى، خساره جامده. انا بتخيل بقى لو حد عنده واحده بس. فكانت قصه الحقيقه بعد ما فهمتها قلت لا انا عايزه افهم الموضوع ده، لانه مهما كان اللي بيسموه دلوقتي سوق الدايت من اكتر الشكاوي اللي عند الناس، انا عايزه اخس شويه الكيلوهات دي، انا عايزه اظبط كده. فكميه الاذى اللي ممكن يحصل، بالذات بقى وقتها ما كانش فيه الادويه، دلوقتي بقى فيه ادويه وموال الادويه واستخدامه والاضرار اللي ممكن تيجي من الاستخدام اللي بدون اشراف طبي كارثي. ويقول لك شلل المعده والممرضه اللي ماتت. لا، هو الفكره انه الامر يوصل لغير اهله. فانا بقيت مبسوطه من فكره ان انا بعمل حاجه اللي انا بحبها وان انا بدور عليها، ومبسوطه اكتر ان ربنا استخدمني وعملت فرق سواء في حياتي او في حياه اخرين. ان هو لا، التخصص ده فيه جلوري وفيه مجد حقيقي. لما بالذات كبرت بقى وفهمت ان في النيوتريشن دي جزء من حاجه اسمها لايف ستايل ميديسن، وانك تغيري حياه بني ادم. وبعد كده كبرت اكتر وفهمت الفانكشنال ميديسن. ببص كده للرحله يا جاكلين بقول يا ربي سبحانك يا ربي، البطنه كلها عشان الواحد يبقى بيفهم في الطب، وبعد كده الجهاز الهضمي عشان it all starts in the gut، وعشان البدايه دايما والمعده بيت الداء، وبعد كده التغذيه، وبعد كده اكبر واروح لللايف ستايل ميديسن او الطب الوظيفي. فتحسي انها شباتر وربنا بيصنع الحكايه. انت عارفه الايه دي انا عماله احفظك ايات من القران ولتصنع على عيني. ولتصنع طبعا. يا على الايه دي تلمسني قوي قوي. الايه دي مش عارفه ايه قصه سيدنا موسى معانا. صحيح. الايه دي ربنا قالها لسيدنا موسى. ايوه ما انا عارفه. قصته رهيبه. الطفل اللي عايز يتموت وبعد كده عايزين يقتلوه وبعد كده ينجو، والشخص اللي عايز يموته يتزرع في بيته ويعيش فيه معزز مكرم، ويقتل ويمشي وربنا ينجيه، وحاجات كتير قوي. بيقول له ولتصنع على عيني. انا بعمل قصه حياتك يا موسى صفحه صفحه وشابتر شابتر على عيني بمحبه. فانا بقول ليا ولكل الناس، مش سيدنا موسى بس، كلنا ربنا بيصنع حكايتنا على
عينه، وانا ممتنه لكل الحاجات اللي عطلتني وخلتني امشي في الباب ده. انا اصلا ليه فكرت في التغذيه برضو، نسيت اقول لك السبب ده. انا كنت عايزه اسجل في زرع الكبد الدكتوراه بتاعتي، ولسبب ما عصلجوا معايا، ما رضيوش يسجلوا في الموضوع ده، وانا كنت عايزه اي حاجه فيها شفا، لان احنا وقتها كنا بنعمل ايه؟ ندي مدرات بول فننزل الميه، امل نفسي العيان يخف، مش نفضل نطبطب عليه كده. فما جاليش الحظ وحصل عكوسات كبيره وما عرفتش اسجل في زرع الكبد، اللي هو الحاجه الوحيده جوه تخصصي اللي ممكن تعمل كيور او علاج. فقعدت سنه مستنيه ان انا اخد الفرصه دي وما خدتهاش، فقلت لا انا مش عايزه اتعطل، انا احب اخلص كل حاجه في ميعادي. فسجلت في موضوع اخر، وبعد ما خلصت الدكتوراه لا انا عايزه اروح حاجه تفرق تخفف. وقتها ما كانش في حاجه تانية، ورحت رايحه لباب التغذيه ان عايزه اعمل فرق في حياه المريض. فتخيلي بقى دلوقتي انا بشكر ربنا قد ايه انه اللي عصلجوا معايا دول واللي وقفوا لي المراكب السايره دول، انا بشكرهم جدا. انتوا ربنا استخدمكم علشان يصنع على عينه قصه حياتي. وعايزه اقول لك ان ربنا انا صنعت على عينه في شابتر في حياتك. يعني انا ربنا رتب لي خير معاكي، انا ده تاثير شايفاه وحاسه ان انت على فكره قصتك شباتر كتيره. في مره بقى انا هقلب هارون واطلع حدوتك للناس، لان انت برضو انا انسبايرنج على فكره. يمكن انا بقى انسباير عشان انا رغايه وبقلب الموبايل وبكلم مصر كلها، بس انت يا عيني بتكلميني انا بس، فانت انسبايرنج مي بس. لكن قصتك فيها انسبيريشن تستاهل تحكي لكل الناس. ماشي، بس مره نبدل. ماشي، بس هو انا فعلا دلوقتي وانت بتقولي ان انت ازاي صنعتي على عينه، انا كل كان احساسي ان انا صنعت على عينه. عماله تراجعي الشابتر مع ربنا فصل انت عملت ايه معايا يا رب. مش بس كده، انا دي متاكده منها، لا عشان انا صنعت على عينه في شابتر معاكي. أيوة. انا حاسه لان انا شايفه ان ده ترتيب ومعجزه ليا، وانا دايما بقول ان انا جيت معاكي بطريقه معجزيه وترتيب الهي. فانا فخوره ان انا صنعت على عينه معاكي. مش هعرف ارد على الجمله دي، بس انا عايزه اقول انه فيكي ميزه انا وانتي مشتركين فيها، ان احنا بنعرف نقرا رسائل ربنا. عشان كده اتعلمنا انه لما تحصل حاجه وحشه نشكره اكتر بكتير ما تحصل حاجه حلوه، لان بنعرف بعد كده هي المركب اللي وقفت دي، المراكب السايره وقفت ليه؟ وبعد كده يقول اشكرك يا رب. احنا مرينا مع بعض باهوال كثيره، وفي مرات انا يعني بكيت لما خلصت الدموع، ودلوقتي لما بفتكر كل الحاجات اللي انا بكيت عليها بشكر ربنا. ياه انت كنت قمه المحبه في المنع مش في العطاء. طبعا. وقصص كتير فيهم اللي هنعرف نقوله، فيهم اللي مش هنعرف. المهم ان انا جريتفل ان انا معاكي. ربنا يكرمك. كلنا وربنا بيصنعنا على ايده، وكلنا ربنا بيمد ايده في قصتنا، بس مش كلنا بنعرف نشوف هذه المحبه. فانا ممتنه جدا لقصه ربنا معايا والتحول اللي هو ما كانش عاجب امي. يا رب تكوني مرضيه يا امي دلوقتي يا رب. دي مرضيه جدا، دي فخوره أيوة. بيكي جدا. قالت لي وانا قلت لمصر كلها. نشكر ربنا. بس